السلام عليكم ومرحبا بكم أحباء حبيبات كوزينتنا ديزات. اليوم جيتكم بطبق بنين بالبزاف اللي هي لوبيا بالفلفل. وتابعوني حبيباتي لآخر فيديو باش تكتشفوا هذه الوصفة. كيما أني لهنا بديت بالفلفل، راح نقطعوا شرائح أو اون جوليان كما راكم شايفين. انا ديت نص راس فلفل حلو احمر ونص راس فلفل اصفر. نوجد كامل الخضار، ومن بعد كي نطيب كل شيء يكون قدامي. تجيكم الوصفة سهلة وتحضروها بروح وش نقول لكم، كما يقولها المصروة بنفس. هذه هي الماكلة، قد ما توقفي معاها تجيكم بنينة وما تجيش صامتة. ها كما راكم شايفين اني حضرت كل شيء توالي. انا هذا هو الطبخ تاعي، سواء كنعود نكاميري ولا ما نكاميريش، خدمتي هكذا كل شيء نوجدو قدامي ونبدا نخدم. هاو الفلفل قطعته كامل، كذلك البصلة كحبة قطعتها كما تشكشوكة رقيقة، ولهنا 6 سنات كبار تاع ثوم، واللوبيا الخضراء كنت مغليتها صفيتها وخليتها تبرد. ها هم، ودركا نروحو طول مباشرة للتحضير. نحط البصلة هي الأولى مع 3 مغارف تاع زيت، مرة على مرة نقلبوها بما تتحركش، وكذلك باد الذبال كامل زي بعضها. لهنا شوية زايدة للنار، شوفوا كيف راني نحرك فيها كامل. ونغطيها وننقص على النار. هاي بدات لهنا تطلق روحها، ولازم نقلبها كما راكم شايفين، ونرجع نغطيها باش تكمل كي تذبلي. نضيف المكون الثاني اللي هو الثوم، سكرفشتو شويه نذبلو ما نخليهش يحمر لي باش ما يخرجش هذاك القول تاع المروريه تاع الثوم. هكذا مره على مره نقلي. راكم شايفين البصله كيف ذبلت. دوكا نجملهم مع بعضهم ونخلط. شوفوا كيفاه جات. دوكا نحيها نديرها في طبق، ونضيف كمية مليحة تاع زيت، يعني قيس 6 مغارف تاع زيت باه نذبل هذاك الفلفل. انا اخترت هذه الالوان لانهم بنان، الفلفل الاحمر والاصفر عندهم البنه سبيسيال. يكون في معلومكم حبيباتي، هذه الوصفه فرنسيه شفتها في مجله، حبيت درتها من قبل وهاني زدت عاودتها بنتها ولا اروع. لهنا ضفت قليل من الفلفل الاسود وقليل جدا من الملح، ما تكثروش الملح بما تجيكمش مالحه. انا المره الاولى اللي كي درتها درت الملح جاتني مالحه، بصح كي عاودتها جاتني بنينه بالبزاف.
هنا راني نقلب في الفلفل با يتقلالي كامل، نخرج هذيك النكهه تاعو هذيك. ها بعد ما تقلالي لازم نحيه. راني نمشي معاكم بلي زيتاب باش تكتشفوا هذه الوصفه هذه كتغيير، ما نبقاوش في طبق واحد تاع لوبيا مرق وذاك. هذه المره درتها بدون لحوم، تقدروا يعني تبريزونتيوها مع لي سكالوب ولا روتي ولا كما حبيتوا. هذاك الزيت اللي بقى لي من الفلفل راني درت فيه اللوبيا اللي غليتها، ونزيد لها شويه ملح وشويه فلفل كحل، لاني لما غليتها ما ضفت لهاش الملح، غليتها بلا ملح مسوس. هنا نقليها على مره هكذا يهز لي هذاك لو تاع الفلفل، ومام طون تتقلى لي ديك اللوبيا. ونغطيها ونخليها. هذه درتها على نار قليله ماشي نار قويه. دوك نهز وتشوفوا لهناني بعد ما تقلات لي نحيتها. درت البصله هذيك اللي ذبلت لي مع الثوم، وضفت عليها طماطم، درت 3 حبات قطعتهم ونحيت منهم الزريعه لهنا نخلط بان تحصل على صوص طوماط. نضيف قليل تاع الملح وفلفل الكحل باش ما يجينيش مسوس لاصوص طوماط. ونزيد نعاود لكم ما تكثروش الملح، قليل جدا الملح لهنا كي نضيفو في كيما الطماطم باش تطلق لي الماء نتاع هذيك لاصوص وما تجينيش صامطه. شوفوا النار كيفاه درتها، نقص لها ونغطيها شويه تطلق الماء تاعها وطيب. شوفوا كيف طلقت الماء. نضيف الورقه تاع الرند، هنا شربت لي هذاك المرق هذاك نتاعها. نضيف المعدنوس، هذا جبته من الكونجيلاتور. كيعود عندي المعدنوس بزياده باش ما يصفرليش في الفريجيدير، نحطه في الكونجيلاتور نقطعو ونرقو ونخبي نديرو في القوالب هذوك ونخبيه. نضيف اللوبيا هذيك اللي قليتها في نفس الوقت. راني نحضر في الماء فوق النار يغلي لي، ولهنا نقلي فيها نخلط اللوبيا مع لاصوص طوماط. لهنا ما فيهاش طماطم مصبره، غير طماطم فريش حبات. هاي بعد ما تخلطت لي كامل نغطيها شويه باه تتشرب هذيك لاصوص. هاي بعد ما نشفت لي ضفت لها قيس كاس ونص تاع ماء باش تتكمل في التجمار تاعها والطياب. شوفوا كيف تحصلت على مرق هايل. ننزع هذيك الورقه الرند ونضيف الفلفل اللي قليته مع راس فلفل حار وخليها تكمل الطياب. هذه الاكله هذه مليحه اللي مدارين دايت ريجيم، ما فيهاش يعني زيت بزاف. راك شفتوني كي نحيتو. شوفوا كيف جات. تحبوا تزينوها بالبيض تكونوا غليتوه وقطعتوه مثلثات او دوائر،
شاهدكم في الجنة. مع السلامة حبيباتي.